السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي يا شباب، أهلا بكم في قناتكم قناة الكابتن محمد، وبرحب بكم أيضا في قناتي الأخرى بنالت سبورت. ملخص فوز نادي الهلال السوداني ضد فاسيل الإثيوبي واستعدادات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والفوز بثلاثية في مباراة النهاردة. استفادات كبيرة جدا لنادي الهلال بقيادة فلوران إبنجي من هذه الودية الأولى ومعسكر إثيوبيا الحالي من أجل الوقوف على آخر الاستعدادات والجاهزية التامة للدخول في معترك دوري أبطال إفريقيا. ويبدو أن نادي الهلال وإدارته وكل هلالابي مصمم هذه المرة على التأهل من دور المجموعات والذهاب بعيدا في البطولة الإفريقية القادمة. طبعا قبل تفاصيل الفيديو هطلب من حضراتكم الدعم، لايك وشير واشتراك وآرائكم في قسم التعليقات حول سؤال حلقة اليوم. يا شباب، بعدما رأيتم هزيمة بيترو أتلتيكو من صن داونز الجنوب أفريقي، وبعد هزيمة الترجي في مباراة الذهاب ضد مازيمبي الكونغولي، كيف ترى الآن حظوظ نادي الهلال في التأهل من المجموعة القادمة ضد الترجي، ضد بيترو أتلتيكو، ضد النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا؟ والبداية 25 نوفمبر إن شاء الله تعالى، عندما يحل الهلال ضيفا على بيترو أتلتيكو في لواندا أنجولا. طبعا هنتظر تفاعلكم في قسم التعليقات. قبل ما اتكلم عن ماتش النهارده، عايز الفت انتباه حضراتكم للفتة جميلة جدا عجبتني الحقيقة من خلال بداية معسكر نادي الهلال في اثيوبيا. ففلوران إبنجي كان راح بعد وصول بعض اللاعبين، فقرر انه يفاجئ كل اللاعبين بهدية تذكارية. فقرر انه يقدم هدية لكل لاعب يضفي روح المرح والمحبة والتعاون، انه يقرب العلاقات ما بينه وبين اللاعبين عشان يكون نادي الهلال كعائلة واحدة، مش مهم من أساسي من احتياطي، مش مهم من على الدكة ومن بادئ المباراة، المهم في النهاية الهلال هو اللي يفوز. فكانت لفتة طيبة حبيت أشاركها مع حضراتكم في الفيديو ده. ماتش النهارده وأولى الاستعدادات الودية ضد نادي فاسيل الإثيوبي، شفناه في تصفيات ملحق تمهيدي، بيلعب مباريات دايما في الكونفدرالية ودوري الأبطال في الأدوار الأولى، يعني نادي متوسط المستوى. فتجربة جيدة لنادي الهلال النهارده، بيكسبها مش هدف واحد لا ولا اتنين، لا ده 3 مقابل لا شيء. بدأ فلوران إبنجي في تشكيلته النهارده رغم ان فيه غيابات مهمة جدا جدا وعناصر أساسية هيعتمد عليها في الفترة القادمة، لكن شفنا اعتماده على بعض المحترفين في ماتش النهارده. عيسى فوفانا في حراسة المرمى، خادم دياو وأحمد يحيى عثمان ديوف وستيفن إبويلا، سنغوني وصلاح عادل وعبد الرؤوف، جون مانو وبابي عبده وألبرت كان هو المهاجم في ماتش النهارده. حقيقة ألبرت يا جماعة اعتقد من وجهة نظري لو خد مزيدا من الوقت والثقة وبداية المباريات، اعتقد ان هيكون ورقة مهمة جدا جدا لتسجيل الاهداف رفقة محمد عبد الرحمن الغربال في المباريات الرسمية القادمة. طبعا يعني الحقيقة ان من خلال التقارير الصحفية اللي شفناها على فيسبوك لم نرى المباراة، لكن التقارير بتقول ان كان في استحواذ وسيطرة للهلال السوداني على مجريات اللعب. وترجمة هذه الفرص جاءت قبل نهاية الشوط الأول ب5 دقائق، وتحديدا في الدقيقة 40 عندما سجل ألبرت هدف التقدم لنادي الهلال عشان ينهي الشوط الأول بتفوق بدني وفني وتفوق على أرضية الميدان وتفوق داخل الشباك بهدف واحد مقابل لا شيء. قبل ما ينطلق الشوط الثاني، هنا فلوران إبنجي قرر انه يغير 10 لاعبين في الشوط الثاني كتشكيله، يعني لعب شوط اول بفريق وشوط ثاني بفريق. هي التجربه الوديه الاولى، عايز يشوف اكبر عدد ممكن من اللعيبه على ارضيه الميدان. بدا ب8 تغييرات في الشوط الثاني. شفنا نزول لبعض الصفقات الجديده، ادم بوسو، شفنا جوناثان رغم انه لم يتم الاعلان الرسمي عن التعاقد معاه لكن شفناه في الشوط الثاني. شفنا بوغبا ومنذر وجان كلود وبعجله ومدني وباغنا. كمان بعد منتصف الشوط الثاني شفنا ياسر عوض وباسط سيدو. طبعا بدل من الاوراق اللي تم تغييرها، مانو سنغوني وعبد الرؤوف والبرت وبابا عبده فوفانا الحارس واحمد يحيى وصلاح عادل وعثمان ديوف وستيفن ايبولا. طبعا في مجريات الشوط الثاني اللي قدر يسجل الهدف الثاني يا شباب باسط سيدو، مجرد نزوله لارضيه الملعب ومن اول لمسه بعد 3 دقائق من نزوله قدر يسجل الهدف الثاني لنادي الهلال.
لم تنتهي النتيجة عند هذا الحد، بل قبل النهاية ب5 دقائق جوناثان بيقدم أوراق اعتماده يا شباب، وبيقول لإدارة الهلال تعاقدوا معايا هكون صفقة رابحة. في الدقيقة 85 بيسجل الهدف الثالث عشان نادي الهلال يكون عنده تجربة قوية أولى وبيكسبها 3 مقابل لا شيء. وزي ما بدأت الفيديو وقلت يبدو أن نادي الهلال مصمم على التأهل من دور المجموعات، فشفنا إدارة نادي الهلال بتحافظ على عناصر الفريق، ما فيش بيع لاي لعيبه، بتجدد عقود اللعيبه اللي منتهيه عقودهم او هتنتهي الصيف القادم، يعني بجدد للاعيبته، بيمنع ان رحيل اي لاعب، كمان بيتعاقد مع افضل المحترفين في القاره الافريقيه، بيبقى على القياده الفنيه والاستقرار الفني بقياده فلوران ايبنجي. فالهلال في طريقه الى حصد هذا النجاح من خلال مجموعات دوري ابطال افريقيا القادمه. دي رساله النهارده لنادي الهلال. كملنا يعني نهاية الفيديو النهاردة، لكن مكملين معاكم فيديوهات قادمة. ما تنسناش لايك وشير واشتراك. دمتم في أمان الله وحفظه.